السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل كده وصفة سريعة للبطاطا. هنعملها في 5 دقايق بس، مش هنستهلك بقى غاز كتير في الفرن، ولا هتقعد ساعة، ولا هنقعد نستناها فترة طويلة. لا، هنعملها بسرعة بسرعة وهناكلها على طول. كان عندي في الاول خالص طبعا كمية بطاطا، واللي فضل منهم الحبايتين دول. ابدا ان انا اجيب القطاعه بتاعه المخلل، وابدا ان انا اقطع شرايح كده البطاطا تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان تديها شكل جمالي يعني. طبعا هقطع الحبايتين اللي عندي بنفس الطريقه كده لحد ما اخلص كل الكميه. وخلاص خلصنا كل كمية البطاطا، قطعناها اهو. الحبايتين بصوا عملوا لي كمية كبيرة جدا. تعالوا بقى نجيب الطاسة ونحط فيها معلقتين كده من الزبدة، زبدة بلدي عشان تدي طعم حلو للبطاطا. وهبدأ بعد ما يسيحوا ان انا ارص كده البطاطا في الزبدة بتاعتي. خدوا بالكم ان النار ما تكونش عالية قوي، انا عايزة النار هادية علشان تسوي لي البطاطا. وبعد كده هبدأ ان انا اجيب بقى مكونات بسيطة قوي موجودة عندي. هجيب معلقة واحدة كده من السكر وارشها كده على وش شرايح البطاطا دي، وكمان رشة قرفة. على فكرة رشة القرفة اللي انا هحطها دي رشة بسيطة قوي، مش هتكون باينة. لو انتوا مش بتحبوها خلاص مفيش مشكلة، ما تحطوهاش يعني. وبعد كده جبت برضو ذرة ملح كده بسيطة، حطيتها برضو على البطاطا. يعني هيعمل لي ميكس كده ما بين السكر والملح، هيدي طعم حلو قوي للبطاطا دي. هنسيب البطاطا كده ونخليها بقى على نار متوسطة، ما تكونش عالية. وبعد كده هبدأ ان انا اقلبها كده، وايدينا على طول تكون فيها يعني، ما سيبهاش على ناحية واحدة فترة طويلة، لا كل شوية هقلب فيها علشان طبعا تستوي من الناحيتين سوا واحد. وكمان مفيش ناحية منهم تتلسع او تاخد لون غامق عن التانية. زي ما انتوا شايفين كده انا عمالة اتابعها اهو، وبدأت ان انا يعني اقلبها كل شويه كده علشان تاخد نفس اللون من الناحيتين، لحد ما خلاص حسيت ان هي بصوا الشوكة بتنزل فيها، وخلاص هي كده استوت تماما معايا. ما خدتش وقت خالص على فكرة، لان انا غطيتها طبعا، والتغطية دي والنار هادية بتخليها انها تستوي معايا. وطبعا هحط باقي كمية البطاطا وهنعمل فيها نفس الطريقة. بعد ما شلنا البطاطا من على النار زي ما انتوا شايفين كده، رصيناها في اطباق التقديم. وكان عندي بقى صوص كراميل، لو عندك اي انواع صوصات تانية ممكن تحطيها عليها، مش هتقول لا يعني. حطينا كده رشة من صوص الكراميل، وكان عندي برضو جوز هند، رشيت كده رشة من جوز الهند. وكده خلاص خلصنا طبق البطاطا المميز السريع اللي ما خدش مننا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده حاجه كده تحفه، اللهم بارك، طعمها كان رائع، خطيره فعلا. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. برضه هوريلكم البطاطا وانا بقطعها، هتشوفوا ان هي ما شاء الله مستويه خالص. وفرت لنا غاز، وكمان وفرت وقتنا، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان طعم تاني خالص، يعني صوص الكراميل برضو اثر فيها، وجوز الهند برضو اداها طعم احلى كمان. زي ما انتوا شايفين كده بصوا مستوية خالص، اللهم بارك. بطاطا سريعة وما خدتش مننا وقت خالص، وحاجة كده تحلية سريعة. لو عايزة تاكلي حاجة حلوة قومي اعمليها، وفي 10 دقايق او 5 دقايق هتخلصيها. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.